تعالي بقى النهارده لما اقولك ازاي هنعمل مع بعض وصفة الستريبس. النهارده هنعمل الستريبس دوت باقوى قرمشة، وهنعمل الكمية دي كلها ب50 جنيه بس. طبعا عارفين بره الساندوتش بتاع الستريبس دوت حوالي 70 جنيه، وطبعا بتروحي بتجيبيها من الكيس بتاعها من السوبر ماركت وما بيبقاش معاكي كتير. احنا النهارده عملنا الكمية دي كلها ب50 جنيه. تابعي بقى معايا الفيديو، ولو اول مرة بتشوفيني انا مطبخ يسر اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنا معانا انا جبت ب50 بقى جنيه بانيه، وطبعا عملتها نقعتها الاول في ميه بملح بدقيق، وبعد كده غسلتها وصفيتها وقطعها كده زي ما انتوا شفتوها. هنا بقى في بوله حطيت فيها كوبايه من الميه، وهنضيف عليها ليمون وهضيف عليها خل. وهنا النهارده هنعملها من غير بيض ولا من غير لبن ولا اي حاجه. هنا بقى ده كان عندي كده صوص حار، انت بقى ممكن تستبدليه بالكاتشب. انا ما كانش عندي كاتشب وعندي الصوص دوت حطيته. هنضيف بقى البهارات بتاعتنا: توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسود، جنزبيل، رشة زعتر، حبهان باودر، ومعانا كمان بهارات فراخ وبابريكا. دي كل البهارات اللي هنحطها في الستريبس بتاعتنا. هنقلبهم بقى كويس جدا كده. وبعد ما هقلبها هنضيف كده في الستريبس كده بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفينها كده اهو. هضيفها بقى فيها واقلبها كويس، وهسيبها بقى في التتبيله كده بتاعتها، واغطيها واسيبها كده في التتبيله بتاعتها حوالي ساعه كده او ساعتين. ودوت يعني كان احلى ستريبس بصراحه انا عملتها. بس كده هنا بقى ابتديت ان انا هحضرها بقى كده. هنا هنجيب بقى يعني انا سبتها في التلاجة، وهاخد كده هوت البولة، وحطيت فيها كمية دقيق يعني كتيرة، وضفت عليها نفس البهارات اللي انا كنت ضايفاها على الستريبس، وهسيبها لكم في صندوق الوصف. بصوا بقى هنا كده الستريبس عدى عليها هنا معايا كده حوالي الساعتين. هبتدي كده ان انا هاخد الستريبس كده بتاعتي اهي، وهضيفها في الدقيق. هطلعها بصوا يعني كل الكمية كده هطلعها. وهنا بقى كمية المية اللي احنا حطيناها دي دلوقتي هقول لكم هنعمل بيها ايه. بصوا انا طلعت كل كمية الستريبس، واهم حاجة الدقيق معاكي يبقى الكمية بتاعته كتيرة، ولو فضل منك عادي بتنخليه وبتشيليه بقى في كيسة، وبتبقى عارفة ان ده بتاع ايه الفراخ بتاعتك. هنا بقى هاخد كده ايه الستريبس بتاعتي، وهحطها كده زي ما انتوا شايفينها في الدقيق كده. بصوا وبعد كده هروح حطها فين، هحطها تاني في الميه اللي هي التتبيله اللي احنا كنا عاملينها بيها. دي بقى اللي هتديكي اقوى قرمشه، وما حطيناش نشا ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. ودلوقتي هتشوفي بقى شكلها، وطبعا شفتوه في اول الفيديو. وبصي هتديكي كده تعرجات كده، هي مش باينه قوي هنا في الكاميرا. هنفضها بس بقى، نفضيها ايه كده كويس. بصوا حطيتها بقى كل الكميه هنا تاني في الميه، رجعتها، وبعد كده هرجعها في الدقيق تاني. وانت بقى بتعمليها كده في الدقيق، يعني تعملي شوية وتبقى الطاسة كده على النار فيها الزيت ويبقى سخن، وتنزلي بأول حبة كده تعمليهم على طول، علشان لو سبتيها هتطرى معاكي. ده برضو سر من سر ايه القرمشة بتاعت الستريبس بتاعتنا، علشان تبقى مقرمشة معاكي. اهو بص هعملها كده، غلفها كويس جدا كده بالدقيق، وهنفضها. اهم حاجة تنفضيها وتروحي بقى كده ايه على على الطاسة على طول. يعني تعملي وتطلعي وتعملي تاني في الدقيق وعلى الطاسة على طول كده بتاعتك. بصوا الزيت كده يبقى سخن، وهنزل بالستريبس. ما تعمليهاش وتركنيها، لا تعملي ونفضي كده اهوت. انا ما كنت ماسكه البوله كده في ايدي عشان هي بتبهدل كده الدنيا، فبقيت انفضها في قلب البوله كده وانا ماسكاها بالدقيق. ولما تيجي تحطي بقى زي ما قلنا كذا مرة يعني الحاجة كده في الزيت، ما تحطيش بكمية كتير علشان ما يشربش معاكي زيت وتبقى ايه مقرمشة معاكي. بصوا بقى الجمال بتاعها هنا ابتدت بقى تعمل، فبقلبها. بصوا من كتر يعني ما هي ناشفة قوي في الطاسة، مش عارفة ان انا ايه اقلبها. اهي هقلبها بقى على الناحية كده التانية برضو هتاخد لون، وهروح بقى مطلعه. خلاص كده خلصت معايا، هاخدها بقى هطلعها كده. وبرضو لما جيت طلعتها ما حطيتهاش على ورق مناديل، تحطيها برضو على المصفى، هتديكي برضو قرمشة حلوة، وتفضل محتفظة بالقرمشة بتاعتها لما تحطي على مصفى مش ورق مناديل.
اهي. وهكمل بقى كله بنفس كده ايه الطريقة. بصوا بقى الكمية قد ايه، من 50 جنيه بانيه. عملت معايا كتير جدا. انت بقى حابة ان انت تعمليها في السندوتشات، ممكن. انا اليوم ده كنت عاملة مكرونة عملتها بقى بيها. بصوا يعني، بصوا القرمشة بتاعتها مش قادرة اوصف لكم. جميلة جدا. وبصي من جوه عاملة ازاي في منتهى الجمال. الستريبس بتاعتنا، وعملناها بحاجات بسيطة في البيت وما كلفتناش كتير. ويا رب بقى النهاردة كده يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وما تنسوش بقى تعملوا اللايك، ولو لازم بقى ان شاء الله تجربوا الوصفة وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم فيها. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جديدة. مع السلامة.